أنا سعيد جدا أبو فهد بتواجدي معك هذه الليلة الكريمة من ليالي رمضان المبارك. تاريخ ينبع كبير جدا وقديم وعريق، وفيه من المشوقات وفيه من العبر والدروس الكثير. ينبع ما كانت مدينة صغيرة ولم تكن مدينة فقيرة. ينبع يعني ربما من بداية النشأة وظروف وجودها كانت مدينة غنية بحكم التجارة اللي كانت رائجة فيه. كانت هي همزة الوصل بين العالم الخارجي ومنطقة المدينة المنورة. كل ما كانت تحتاجه المدينة المنورة كان يستورد عن طريق ينبع. كانوا يصلوا إلى البرعجم زي ما يقولوا، جهة السودان وأريتريا والحبشة والصومال. وصلت بعض السفن الشراعية الينبعوية إلى البصرة. لا وأزيدك من الشعر بيت، أعرف قصص لبحارة من ينبع وصلوا إلى زنجبار. التجارة كانت في ينبع رائجة جدا بسبب حركتهم الدؤوبة في البحر. تخيل يوميا كانت تصل إلى ينبع سفينتين شراعية، وتغادر ميناء أو مرفأ ينبع سفينتين شراعية. كانت الميناء فيها حركة دائمة ومستمرة، والناس كانت تأكل عيش يعني فيها. لذلك نشأت عندنا ما يعرف بالوكالات. تسمع عن وكالة فلان ووكالة فلان. الوكالات هذه عبارة عن تجار، إما أنهم يعملوا لصالح تجار في خارج ينبع، أو أنهم في الأصل هم تجار ويقوموا بعملية الاستيراد والتصدير. تخيل كنا في يوم من الأيام نصدر الأغنام. هيا شوف الأغنام اللي نستوردها، لأننا كنا نصدر الطاقة. الفحم كان يصدر من ينبع من هنا النباتي. تخيل أنه كنا نصدر الأعشاب العطرية والطبية تصدر من ينبع، طبعا إضافة إلى الحنة والعسل والسمن هذه كلها، والتمر. في السويس إلى اليوم هذا يقولوا الحنة السويسي، لا هي مش السويسي أصلا. الحنة هذه حنة ينبع تصدر كانت إلى السويس. وحنة ينبع دي ينبع النخل طبعا، يعني مشهورة جدا جدا بجودتها. كانت فيها جودة عالية جدا. ينبع ترى فيها إرث عمراني وهندسة، يعني تستغرب إذا أقول لك إنه كان عندنا عمران يشبه العمران اللي كنا نشوفه في الأندلس. أنا أذكر البيت حقنا اللي أنا ولدت فيه وعشت فيه، يعني لو تلاحظ كله عبارة عن أقواس في الداخل، كله عبارة عن مشربيات، عن شبابيك. هذه كلها كانت موجودة في البيوت. لا يكاد يخلو بيت من بيوت ينبع من وجود الروشان أو الشباك أو المشربية. وبعض البيوت تصل ارتفاعاتها إلى 4 أدوار، علما أنه مبنية من الحجر المنقبي من البيئة الاجتماعية المحلية. يتفنن في الصناعة. يعني عندنا بيوت مشهورة لا زالت موجودة، وللأسف أكثر من 80% من البيوت والرواشين هذه اندثرت. مثلا بقي عندنا المشهور الآن بيت الخطيب وبيت الشامي وبيت باباطين وجزء من بيت درويش، وإن كان في بيت العم مستور الله يرحمه لا زال أبو حمزة يحاول أنه يحافظ عليه. لكن الجل من هذه البيوت للأسف العمارة حقتها كلها اندثرت. وخص بالذات الحارة حقتنا حارة الصعايدة، منطقة مركز العم حسين محسن، هذه كانت إبداع في الرواشين والشبابيك والمراكيز صناعتها. كان تنظر في البيت عبارة عن تحفة معمارية تملي النظر. احنا في ينبع تنقصنا الناحية الإعلامية من زمان. يعني المنطقة التاريخية في ينبع هذه غنية بذاتها، هي تتحدث وهي جاذبة يعني بنفسها. مجرد الحضور إليها تجذب السواح إليها. نشوف إحنا السواح الأجانب اللي يجوا يعني يتفقدوا الرواشين هذه كيف بنيت، الشبابيك، الرواشين طبعا أنواع، ما هي نوع واحد. يعني شوف في روشان معلق، روشان في الأرض زي اللي نشوفها الآن. هي نفسها جاذبة، لكن احنا ميتين اعلاميا بيني وبينك. نشتغل على بعضنا، ما في يعني
ما احنا مستهدفين خارج ينبع. للاسف انا ابغى اقول لك وانت تبغى تقول لي، وهذا واضح لنا، لكن خارجيا ما عندنا احنا يعني اعلام قوي مؤثر في الخارج. وحتى ان جاءت بعض القنوات وبعض الاعلاميين يعطيك من الزمن 15 دقائق، يعني لا تسمن ولا تغني ال15 دقائق. عندنا الدكتور سعد السعيد، الاخ عاطف قاضي، الاستاذ صالح عبد اللطيف السيد، هذول كلهم لهم كتب عن ينبع وتحدثوا عن الناحيه العمرانيه. هي على فكره في رساله ماجستير للاستاذ خضر خميس الرفاعي جميله جدا كانت، لكن للاسف لم تنشر. حتى كانت رساله انا طلعت على جزء منها لم تنشر كما ينبغي لها، مع العلم انها رساله اكاديميه ممتازه جدا. احنا لا زلنا نطمع في عمل اعلامي كبير مستمر يغطي على الاقل التاريخيه. يعني التاريخيه زي ما تشوفوها الان كل شيء فيها متوفر الا الاعلام، مهيئه لكل شيء. اول حاجه عندك المساحه، عندك الساحات الكثيره هذه بامكانك تعمل فيها أو كل شيء. الله يذكره بالخير اخونا احمد عيد الذبياني المحدود. احمد عيد هذا عمل المستحيل يعني، شايف؟ واخذنا يمكن 3-4 سنين في بدايه عمل المنطقه التاريخيه، وكان في هناك عمل يعني كبير وتواجد وبرامج وفعاليات، وكان الناس كلهم يتواجدوا خاصه في مثل هذا الوقت في التاريخيه. في برامج زي حقت اليوم الوطني، انا اذكر في سنتين متتاليه عملوا الالعاب الناريه لدرجه كانك في المسعى من الزحام اللي كان في التاريخيه. هذه ميزه، يعني اليوم تحصلني على البحر او في البحر في رحله بحريه، وبكره اطلع الين اوصل لجبال رضوى وينبع النخل وكذا، وكلها احلى من بعض، سواء طلعت هنا او طلعت هنا كلها جميله. هذه ميزه ما تتوفر، يعني البحر جنبك والجبل جنبك، يعني جميل جدا. طبعا في ينبع كانت فيها كتاتيب، ومعظم اهل ينبع يعني كانوا في الى قبل يمكن 70-80 سنه يجيدوا القراءه والكتابه، وكانت الكتاتيب تهتم بتحفيظ القران وتعليم الكتابه والحساب. في كتاتيب زي كتاب الشيخ القباني، كتاب عبد السلام ابو عيسى، في كثيرة الكتاتيب كانت. عندنا زاوية زي زاوية السنوسية أمام شرطة ينبع القديمة الآن، كانت في عبارة عن قرية أو شيء زي كده، مو قرية، مبنى، هل هو مدرسة كان أو خلوة يقولوا له. أجي للتعليم النظامي، ينبع فيها مدرسة ابتدائية من عام 1914، يعني 1300 يمكن و35، أكثر من 110 سنين عمر المدرسة هذه. ذكرها بشير السعداوي، كان آخر محافظ لينبع في عهد الدولة العثمانية. أنا كنت وكيل مدرسة الملك خالد، أصلا اسمها هذه المدرسة مدرسة ينبع. الختم تاريخه تخيل 1346، يعني الآن لي 99 سنة ختم هذا. تحولت من مدرسة ينبع إلى المدرسة الأميرية إلى المدرسة السعودية، الآن هي مدرسة الملك خالد الابتدائية. تم ابتعاثهم إلى تركيا ودرسوا هناك، ثم عادوا إلى ينبع للتعليم، منهم الشيخ أحمد أبو بكر أبو طالب اللي صار مدير مدرسة ينبع فيما بعد. طبعا الآن زي ما احنا شايفين ما شاء الله انتشرت المدارس والتعليم والمعلمين إلى ما شاء الله. بس أنا عندي شهادة نجاح الوالد من سنة ثانية إلى ثالث ابتدائي عام 1362. عندنا بدأت محاولة تعليم البنات عام 1378. بارك الله فيك.